شنو هي الشيميوثيرابي؟ شرح مفصل وبسيط بالدارجة المغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم بزاف، واللي بزاف ديال الناس كيسمعوا عليه وكيخافوا منه، وهو الشيميوثيرابي أو العلاج الكيماوي. شنو هي الشيميوثيرابي؟ الشيميوثيرابي هو علاج كيستعمل أدوية قوية باش يقتل الخلايا السرطانية أو يوقف النمو ديالها، حيث الخلايا السرطانية كتكون كتزاد بسرعة وبطريقة غير طبيعية. هاد الدواء كيهجم عليها باش ينقص منها أو يقضي عليها. علاش كيعطيو الشيميوثيرابي؟ الطبيب ممكن يوصي بالشيميوثيرابي في عدة حالات. الأولى باش يصغر حجم الورم قبل العملية الجراحية. الثانية باش يقتل الخلايا اللي بقاو من بعد العملية. الثالثة باش يمنع السرطان يرجع من جديد. الرابعة باش يخفف الأعراض في بعض الحالات المتقدمة. كيفاش كيتعطى العلاج؟ كاين بزاف الطرق، عن طريق السيروم في المستشفى، حبوب كتخدم الفم، حقن في بعض الحالات، وغالبا كيكون العلاج على شكل جلسات، مثلا نهار العلاج ومن بعد أيام راحة باش الجسم يرجع يتقوى. واش الشيميوثيرابي كيوجع؟ أثناء دخول الدواء غالبا ما كيكونش ألم كبير، غير وخزة الإبرة بحال أي سيروم، ولكن بعض الناس كيحسوا بالتعب أو الغثيان من بعد. شنو الآثار الجانبية؟ هاد العلاج كيأثر حتى على بعض الخلايا السليمة اللي كتجدد بسرعة، بحال الشعر والدم والمعايدة، ولهذا ممكن يوقع تساقط الشعر مؤقت، الغثيان والتقيؤ، التعب والإرهاق، نقص المناعة، فقدان الشهية، تقرحات في الفم. ولكن مهم تعرفوا ماشي كلشي كيوقع لكل مريض، وكل جسم كيتفاعل بطريقة مختلفة. واش الشعر كيرجع؟ نعم، في معظم الحالات الشعر كيرجع ينبت من بعد نهاية العلاج، وأحيانا كيرجع أقوى أو بلون مختلف شوية. كيفاش نعاونوا المريض؟ الدعم النفسي مهم بزاف، التغذية المتوازنة، شرب الماء، الراحة، اتباع نصائح الطبيب. رسالة مهمة: الشيميوثيرابي ماشي نهاية الطريق، بل بالعكس هو وسيلة للعلاج ومحاربة المرض، وكاين بزاف ديال الناس تعالجوا ورجعوا لحياتهم الطبيعية. إذا كنت مريض أو عندك شي واحد من العائلة كيدوز من هذه المرحلة، خليك قوي وثيق في الله وتبع العلاج ديالك. إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجيوه باش تعم الفائدة، وكتبوا لنا في التعليقات الموضوع اللي بغيتونا نهضروا عليه.